تعالوا نتكلم عن بداية تكوين الشعاب المرجانية اللي بدأت تتكون ما بين 525 و 500 مليون سنة فاتت. أيوة، الجدود الأوائل للشعاب المرجانية اللي بنشوفها النهاردة بدأت تتكون في الوقت ده. في الفترة دي الكائنات البحرية بدأت تترابط وتتجمع مع بعضها بشكل معقد، وده اللي كون الشعاب المرجانية. الشعاب دي كانت بتمثل أول مجتمعات بيئية معقدة وثابتة في المحيطات. طيب إزاي ده حصل؟ الكائنات اللي بقت عندها قدرة على إفراز كربونات الكالسيوم بدأت تبني الهياكل الصلبة واللي هتبقى أساس للشعاب المرجانية. والشعاب المرجانية مش مجرد منظر جميل تحت المية، لا، دي كانت محطة مهمة في تطور الحياة البحرية. الشعاب دي وفرت بيئة غنية ومتنوعة للحياة، واللي خلاها مكان مثالي للكائنات البحرية إنها تعيش وتزدهر. ده كان زي ما نبني كومباوند سكني فخم تحت المية. كل نوع من الكائنات كان ليه شقة معينة بيعيش فيها وبيلاقي فيها الأكل والجو المناسب ليه. لكن مش كل الناس متفقين على إن الشعاب المرجانية كانت بتمثل نجاح ساحق للكائنات البحرية. في علماء بيشوفوا إن تكوين الشعاب المرجانية زود من المنافسة على الموارد، وده كان ليه آثار سلبية على بعض الكائنات اللي ما لقتش ليها مكان مناسب في الشعاب. طيب إيه اللي حصل بعد تكوين الشعاب المرجانية؟ للأسف الفرح ده ما دامش كتير. من حوالي 500 مليون سنة فاتت حصل أول حدث انقراض جماعي في الفترة الكامبرية. الفترة دي كانت مليانة بالأحداث اللي غيرت شكل الحياة على كوكب الأرض، والظروف اتغيرت بشكل درامي وسريع وصلنا للانقراض ده.